الآن عقب ما حطينا الكزبرة الناشفة مع البصل المطبوخ مع الثوم، نجي الآن نحط الكزبرة الخضراء. وشو الخضراء؟ ومسا الخير. نحطها ونقلبها مع بعض. الكزبرة أنا صراحة ألخبط بين الكزبرة والبقدونس، فهذه مشكلتي أنا، طباخ شيف فاشل. حطينا ما هي كفاية، نجي نقلبها برضو مع بعض حتى تتجانس مع بعضيها. نتركها لمدة 5 دقائق وبعدين نصب عليها الموية. طبعا فيك تطبخها بالدجاج، موية الدجاج، او تطبخها بلحم وتحط على اللحم او تحط عليها الدجاج. فهنا لك الطريقتين، ولك الاصلاحية انك تسوي حتى لو بالحمام، اللي يحب الحمام يطبخها. نغطيها 5 دقائق خليها تتسبك معاها، وبعدين نرجع نحط عليه اللي هو الثوم الصحيح.